القانوني باسم النساء العربيات في المنطقة الجنوبية عامة ومدينة الهول خاصة نطالب بالإفراج الجسدي للقائد عبد الله أوجلان، ونقول للعالم أجمع وللدولة التركية أن الفكر الحر لا السجن، وأن القضية السلام والأمل تمثلان مكتسبان تاريخيا للشعب في شمال وشرق سوريا، وأن الحق الأمل حق من الحقوق القانونية، والدولة التي يفترض أن يمنع بها جميع السجناء، إلا أن الدولة التركية تحرم السجناء وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان من هذا الحق. فبينما تؤكد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على ضرورة تطبيق حق الأمل وعلى من تجاوز مدة سجنه 25 عاما بما يقتضي الإفراج عنه، نشاهد أن الدولة التركية تفرض اتخاذ أي خطوات نحو تنفيذ هذا الالتزام الدولي بحق القائد أوجلان، وهو ما يعتبر خرقا واضحا تصريحا للمواثيق القانونية المتحدة دوليا. وبدورنا كنساء نطالب المنظمات الحقوقية بالضغط على الدولة التركية للإفراج عن القائد